السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد والتقرير اليومي للتعليم المصري. الفيديو ده هنناقش فيه كل حاجة عن التعليم من أول المشاريع لحد الصف الثالث الثانوي. هنمشي فيه بالترتيب عشان تبقى عارف هتتفرج على أنهي جزء. أول جزء هتكلم فيه عن المشاريع، وتاني جزء هتكلم فيه عن طلاب الصف الثالث الثانوي، وهيظهر لك الدقيقة بالظبط اللي هتكلم فيها عن طلاب الصف الثالث الثانوي. وبعديها هتكلم عن أولى ثانوي وتانية ثانوي، وهيظهر لك برضه على الشاشة الدقيقة اللي هتكلم فيها عن أولى ثانوي وتانية ثانوي. عشان ما اضيعش وقتك، لو انت اول مره تشوف القناه احب ادعو حضرتك انك تدوس اشتراك او سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت قديم في القناه ومشترك بالفعل يا ريت لايك تقديرا للفيديو والمجهود اللي احنا بنبذله مع حضراتكم. يلا عشان ما نطولش نبدا الفيديو. ودلوقتي هنبدأ بطلاب المشاريع البحثية اللي هم من أول ثالثة ابتدائي لحد الصف الثالث الإعدادي، واللي قال وزير التربية والتعليم إنه هيتم الإعلان عن طريقة تسليم البحث سواء رقميا أو ورقيا يوم 1 مايو، يعني 1/5 الجاي إن شاء الله. وزير التربية والتعليم هيطلع في مؤتمر صحفي وهيعلن ويقول الطرق اللي هيسلم بيها الطلاب البحث، سواء على المنصة الإلكترونية أو سواء على في المدرسة مثلا لو أنت كاتبه ورقيا أو بشكل ورقي بإيدك. وزي ما عرفنا قبل كده وقلنا قبل كده إن اللي مش هيعمل المشروع ده او اللي هيستغنى عن المشروع ده هيتم او هيدخل دور تاني، امتحان دور تاني قبل بداية السنة الدراسية الجديدة على كل المواد. بدل ما كان هيمتحن على بحث واحد او بيعمل بحث واحد هيخش دور تاني على كل المواد الدراسية. فبالتالي الموعد الاخير ان شاء الله للاعلان عن طريقة تسليم البحث هتكون 1/5، واخر موعد لعمل البحوث او انك تسلم بحث هيكون يوم 15/5. اما بقى عن الصف الثالث الثانوي او عن المرحله الثانويه، كنا قلنا قبل كده وعملنا فيديو، ورئيس الوزراء قال في مؤتمر صحفي ان الصف الثالث الثانوي هيتم الاعلان عن موقفه النهائي من الجدول الامتحانات ومن موعد الامتحانات يوم 7/5 او يوم 8/5، وغالبا هيكون يوم 7/5 اللي هو يوم الخميس اللي بيتم الاعلان فيه عن كل القرارات الوزاريه والرئاسيه. لكن وزير التربيه والتعليم طلع بتصريحات امبارح وبيقول ان امتحانات الثانويه العامه حتى الان في موعدها يوم 7 يونيو، ولكن خلينا عارفين او متاكدين من حاجه واحده، ان قرار تاجيل او تغيير امتحانات الثانويه العامه مش بايد الوزير، لان الدستور المصري بيحتوي على بند خاص بالثانويه العامه وبقانون الثانويه العامه، فما يقدرش وزير التربيه والتعليم يتخذ فيه اي قرار من دماغه سواء بتاجيل او الغاء او ايا كان نوع القرار اللي هياخده في المرحله الثانويه. عشان كده رئيس الوزراء لما طلع وقال ان احنا هننهي الجدل وهننهي موقف الثانوية العامة وامتحانات الثانوية العامة وميعادها يوم 7/5 اللي هو نص رمضان إن شاء الله، أو في منتصف شهر رمضان الكريم إن شاء الله، وهيكون الموعد النهائي والأخير لإنهاء الجدل بتاع الصف الثالث الثانوي. لحد هناك إن شاء الله ولحد الموعد ده إحنا بنغطي لكم كل الأحداث والقرارات والمستجدات أول بأول، عشان كده ما تنساش تشترك في القناة لو أنت في الصف الثالث الثانوي، عشان إن شاء الله في المستقبل هنتابع النتائج والتنسيقات لحظة بلحظة وكل جديد أول بأول، وبننزل مراجعات وملازم ونماذج استرشادية للصف الثالث الثانوي. وبكده نكون خلصنا أخبار الصف الثالث الثانوي. نخش على أولى ثانوي وتانية ثانوي اللي بصراحة أخبارهم كتير وتصريحاتهم كتير والجدل حواليهم كتير، لأن دول الطلاب الوحيدين بتوع أولى ثانوي وتانية ثانوي اللي هيمتحنوا على مستوى الجمهورية. وطبعا كلنا عارفين إنهم هيمتحنوا بشكل إلكتروني بالامتحانات الإلكترونية من المنزل، وكنا عارفين قبل كده وقلنا في فيديوهات قبل كده إن وزير التربية والتعليم قال لو حصل معاهم أي مشكلة في الامتحانات هيتم إلغاء الامتحان اللي حصل فيه مشكلة ده، وهيتم تأجيل امتحانات الثانوية العامة اللي هي بتاعت أولى ثانوي وتانية ثانوي لحد ما تتحل المشكلة دي، لكن لا نية لإلغاء الامتحانات أو استبدالها بالمشروعات البحثية. وزي ما قلنا قبل كده ونزلنا في فيديوهات قبل كده عن موعد امتحان أولى ثانوي وتانية ثانوي، وهسيب لك الفيديو إن شاء الله فوق في البطايق هيظهر لك، وهسيب لك اللينك الخاص بجدول أولى ثانوي وتانية ثانوي تحت في الديسكربشن وفي الوصف إن شاء الله. ولو أنت دخلت على الموقع بتاعنا من غير ما تخش على اللينك بتاع جدول أولى ثانوي وتانية ثانوي هتلاقي الخبر قدامك أهو، جدول الصف الأول والثاني الثانوي لو عايز تتأكد منه أو تشوفه أو تتأكد من ترتيب المواد. وكمان ما تنساش إن خلال ساعات إن شاء الله هنحاول ننزل النماذج الاسترشادية اللي المفروض الوزير وعد بيها. هل بقى هيوفي بوعده ده او هيكون في كلام تاني او هيطلع بتصريحات تانية تقول او تفيد بان الامتحانات موحدة ولا لا؟ كل دي اسئلة مطروحة ولا زالت لم يجاوب عليها بشكل قاطع من الوزير. عشان كده لو انت عايز تتابع الاخبار دي اول وتتابع كل حاجة اول باول سواء نماذج استرشادية او انك تعرف الامتحانات موحدة ولا لا، يا ريت تسيب سبسكرايب واشتراك، وكمان تفعيل الجرس هيفيدك وهيساعدك ان كل حاجة جديدة توصل لك اول باول في نوتيفيكيشن او في اشعار. كمان ما تنساش اللايك تقديرا للفيديو، ده موقعنا اللي قدام حضرتك لو عايز تخش وتشوف موعد امتحانات الثانويه العامه او اي حاجه حضرتك تشوفها في التعليم سواء مذكرات او ملازم او اي حاجه هتساعدك ان شاء الله. ونشوفكم في فيديوهات جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.